كنت فاكرة إن أكتر حاجة تخوّف أي ست هي خيانتها لجوزها، بس اللي حصل معايا خلّاني اكتشفت حاجة تانية خالص، اكتشفت إن الخيانة ساعات بتيجي من أضعف نقطة، من أقرب مكان عمرِك ما كنتِ متخيلاه. كنت متجوزة وحياتي كانت هادية جدًا، وفي نفس الوقت باردة. كان عندي جارتي كانت بالنسبة ليّا أكتر مكان أمان بالنسبة لي، بافضفض معاها، باحكي معاها، ست بسيطة جدًا وابنها قد عيالي، عمره ما جه في بالي ولا خطر في بالي إن نظرة وكلمة حلوة ممكن يقلبوا حياتي بالشكل ده. دي حكايتي وحكاية كل ست عملت زيي. كنت فاكرة إني بلعب وبهزر وخلاص، ما خدتش بالي إن كل خطوة كنت بقرب من النار أكتر، والنار في الآخر مش هتلسع حد غيري. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. كل سنة وانتوا طيبين، ويا ربنا يا رب يعود عليكم الأيام بألف خير. رمضان على الأبواب، استعدوا بقى. يلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة قصة حقيقية وحصلت بالفعل. قصتنا بتقول: أنا اسمي سناء، عندي 40 سنة، فلاحة وأهلي فلاحين. أنا مش هقول إن أنا كنت حلوة، ولا هقول إن أنا كنت أمورة والكلام ده كله، بس هقول لكم إني على الأقل كنت شايفة نفسي جميلة، وكنت شايفة نفسي جميلة في عيون كل اللي حواليا، خصوصا ابن صاحبتي وجارتي اللي دايما كان يقولي: انتي اللي يشوفك ما يديكيش سنك ده خالص، ولا حتى يقول إن دول عيالك. وهقول لكم باقي حكايته، بس لما تعرفوا كل حاجة من الأول. أنا كنت بنت زي كل البنات، بحلم بيوم فرحي، اليوم اللي هتجوز فيه، وأهلي كمان بيدعوا لربنا ليل نهار إن ربنا يرزقني بعريس كويس زي بنت خالتي وبنت عمي اللي أصغر مني بشهر واتجوزت وخلفت. هو أنا لسه ولا بنت خالي؟ بنت خالك يا سناء اللي أصغر منك ب5 سنين اتجوزت أهي وحامل. وده طبعا كلام أهلي ليا، الجواز عندهم مسابقة، لازم أتجوز قبل فلانة وقبل علانة وقبل مش عارفة مين، كأني داخلة سبق بالظبط. إنما أنا كبني آدمة مثلا يعني ليا مشاعر، ليا أحاسيس؟ لا 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 خالص، مفيش الحاجات دي. إحنا فلاحين، هو عندنا البنت لو عملت إيه ما ينفعش، عيب، غلط، ما ينفعش أصلا تفكر إن هي توافق على ده أو ترفض ده. والبنت لو كملت 17 سنة المفروض يبتدي الباب يخبط عليهم عرسان يتقدموا لها يعني، حتى لو رفضوا أهلها، بس المهم إن الباب يخبط العرسان يجوا. لحد ما في يوم اتقدم لي محمود، شاب كويس معاه قرشين وشغال وشقيان من صغره، عجب أهلي. وبصراحة أنا كمان وقتها فكرت بالعقل إن ده عريس كويس ومعاه قرش وهيعرف يفتح بيت ويعرف يصرف عليا، وإن أنا أعيش حياة كويسة. كنت عندي 19 سنة، ومش مهم بقى مشاعر ولا حب، المهم إن أنا هعيش الحياة كويسة، مش ناقصني حاجة. ده كان تفكيري وقتها. ما كنتش أعرف إن بسبب تفكيري الغلط ده هخسر حاجات كتير وهعمل بلاوي، والبلاوي دي كلها بسبب تفكيري اللي غلط من البداية. المهم اتقدم محمود وأهلي فرحوا بيه ورحبوا بيه أوي، وبالظبط كده بعد كام شهر اتجوزت ورحت أعيش معاه في بيته. بيتنا كان دور أول، دور أول علوي يعتبر، وتحت منه زي أوضة كده أو زي شقة صغيرة عاملينها زريبة للبهايم. محمود كان مربي فيها بهايم، والشارع بتاعنا أهله ساكنين فيه بقى، ابن عمه على اخواته على أمه، لكن البيت اللي احنا ساكنين فيه ما كانش حد ساكن معانا خالص، احنا لوحدنا. أهله كلهم كانوا في الشارع اللي احنا ساكنين فيه. عشت أول فترة في جوازي عادية،
محمود كان بطبعه طيب أوي وهادي زيادة. عارفين الهدوء اللي هو بيكون زي برود كده؟ أهو محمود كده بالظبط. كان بارد أوي في كل حاجة. طريقته وكلامه كانوا صعبين أوي. حتى كلامه معايا كان قليل جدا. عدت أول فترة في جوازنا، وبعدها محمود رجع شغل. كان شغال زي حارس كده أو غفير في حتة سياحية، بيحرس أماكن وكده. وشغله ده كان ورديات، يعني ساعات يفضل طول الليل في الشغل، وساعات تانية يبقى ورديته بالنهار، حسب بقى ظروفه وكده. وحياتنا كانت ماشية على قد قوي، بس كانت كويسة. بس أنا كنت على طول لوحدي، ومحمود بيرجع طالع عينه، ومش في دماغه أي حاجة غير إنه ياكل لقمته ويطمن على البهايم وبس. وبعد سنة كده ربنا كرمني ببنتي الأولى الكبيرة، اسمها دينا، اللي دلوقتي عندها 19 سنة، وأصغر منها أسماء، وآخر حاجة أحمد. ويعتبر كده خلال 6 سنين كان معايا 3 عيال. الوقت ده كله حياتي كانت عبارة عن تربية عيال وزن عيال وتربية بهايم. أما محمود ده كان في ركن تاني لوحده، ولا كأنه يعرفني، ولا كلمة حلوة ولا احتواء ليا، ولا طبطبة ولا حضن ولا المشاعري، ولا أكني بني آدمة أساسا. مش شايف غير إن المفروض أعمل الطلبات وبس، وطلباته لازم تكون موجودة وكاملة طول الوقت. هدومه، أكله، شربه، فرشته، كل حاجة لازم تتعمل، وإلا يومي هيبقى مش فايت ومش هيعدي على خير. وأكنه بالظبط زي رجالة كتير، وده فعلا بيحصل. جاب خدامة البيت يعني تخدمه هو وعياله. كنت تعبانة قوي في حياتي، ومش عارفة أحكي ولا فضفض لمين، وأهلي ما كانوش بيفهموا اللي أنا بقوله ده. والمشاعر والحب والاهتمام والكلام ده ما كانوش شايفين أي حاجة ينفع إن أنا أحكيها. شايفين اهتمام جوزي بيا ده حاجة كده تافهة، وفي نفس الوقت شايفين إن اهتمام جوزي بيا ده يعني المفروض يبقى بيتي مش ناقصه أي حاجة خالص، يبقى يكون عندي أكل في تلاجتي وبيتي مش ناقصه حاجة. غير كده مفيش حاجة تعيب الراجل، وأبقى أنا اللي بتنمرض على حياتي وعلى عيشتي. ما كانش قدامي غير جارتي الأكبر مني، أم أحمد، رغم إن كان ساكنين معايا في نفس الشارع عيال عم محمود، كل واحد في بيته وكلهم متجوزين وفي حريم في البيوت، يعني كان ممكن أفضفض مع حد فيهم، بس ما كنتش برتاح لهم خالص. وأمه كمان ما كنتش بحب أحكي معاهم ولا أتكلم معاهم في حاجة تخص بيتي ولا تخص حياتي. أنا ما كنتش برتاح في الكلام غير مع أم أحمد جارتي، وزي ما متعودة كل يوم والتاني كنت بروح لها، وأهو بتفك معاها بالكلام بحالي وعلى ظروفي مع محمود وحياتي اللي أنا ما كنتش مرتاحة فيها. وهي الوحيدة اللي كانت شايفة إن حقي أكون زعلانة ومتضايقة حتى لو بيني وبين نفسي، وفي نفس الوقت تقعد تقولي ما خلاص بقى يا سناء، العمر بيجري يا أختي، كبري دماغك واعتبري نفسك كده أرملة. كنت أقول لها لأ، لأ برضه، ده حقي، هو لازم يفهم إن أنا مراته وإن أنا ليا حقوق عليه. الحياة مش كلها أكل وشرب ولبس، وده حلال ربنا وحقي. وفي مرة من المرات وإحنا بنتكلم وأنا وهي زي ما متعودين يعني، أنا ما كنتش باهتم أصلًا يعني حد موجود عندها في البيت والّا لأ، حد من عيالها يعني، المهم إن أنا قاعدة وباتكلم معاها، ما كنتش باشغل بالي ولا باسأل، أنا باروح أقعد مع صاحبتي وخلاص، ما ليش فيه بقى، حد نايم، حد صاحي، ما يخصنيش وما يشغلنيش. لحد ما في يوم اتفاجئت بعد ما فضفضت وخرّجت كل اللي جوايا بالتفصيل مع أم أحمد، وهي قامت تعمل ليّا الشاي، إلا اتفاجئت بأحمد خارج من أوضته. كان بقى لي كتير أوي مش باشوفه، بس اتفاجئت بيه، كبر وما شاء الله بقى راجل. بس ساعتها نظرته ليا
كانت رعباني وعمالة أقول لنفسي يا لهوي، هو سمع كل اللي أنا قُلته واللي أنا حكيته مع أمه؟ أنا كنت باتكلم بكل حاجة بالتفصيل، كنت بافضفض مع صاحبتي، بس طريقته ونظراته وقتها مش هُم دُولة اللي أنا كنت متعودة عليهم، ومن كتر التوتر اللي كنت فيه وقتها لقيت نفسي باحاول أغيّر وأداري الكلام اللي كان مع أمه، وقعدت أقول له: "مالك يا أحمد فيك إيه؟ عمّال تبُص لي كده ليه؟" إلا ما كمّلتش كلامي ولقيت أمه جات جابت الشاي وجاية، وقعدت هي كمان تقول لي: "مالِك، أحمد عمل لِك حاجة والّا إيه؟" قُلت لها: "أبدًا يا أختي لا عمل ولا سوّى، أنا مش عارفة ماله وكنت باسأله، بس ما ردّش عليَّ زي ما أنتِ شايفة كده." قالت لي: "يا أختي سيبِك منه واشربي الشاي." وفعلًا اليوم ده شربت معاها الشاي ومشيت، مش عارفة ليه فعلًا يومها أنا كنت متوترة أوي وكنت خايفة من طريقة أحمد ومن طريقة نظراته كده، خدت بعضي ومشيت، بس وقتها حسيت إحساس غريب أوي من ناحيته، وزي ما أكون اتشدّيت له كده، وهو كمان من بعد اليوم ده لقيته بيظهر قدّامي كتير غير الأول، وطريقته معايا بقت كلّها اهتمام وطريقة حلوة كده، لحد ما في يوم وأنا كنت عندهم طلب منّي رقم تليفوني، عطيته له على طول، وراح ساعتها رن عليَّ من رقمه، وقال لي: "الرقم اللي ظهر قدّامِك ده رقمي، سجّليه عندِك بقى، لو احتجتِ أي حاجة منّي ابقي كلميني وأنا أجيبها لِك أو أعملها لِك." ساعتها لقيت أمه قعدت تضحك وتقول لأحمد: "خُد أنت التليفون منها سجّل لها الرقم، طنطك سناء مش بتعرف أصلًا في التليفونات، دي يا دوبك بتفِك الخط." اتكسفت أوي وقتها، بس لقيت أحمد قعد يقول لها: "والله يامّا سناء دي خسارة في كل حاجة وِحشة في حياتها، وكل اللي حواليها هي خسارة فيهم، وتستاهل حياة أحسن من كده بكتير، تعيش فيها مَلِكة كده." ساعتها ما اكدبش عليكم، هو قال كده وأنا سرحت في دنيا تانية من كلامه، وبقيت باقول لنفسي: هو معقولة لسه في حد شايفني صح، وشايفني سِت مش مجرد خدامة؟ كلامه فرّحني، إن في حد بجد شايفني مظلومة في حياتي، وإن أنا أستاهل أحسن من كده، أحسن من اللي أنا فيه. أنا فعلًا كنت شقيانة أوي، من الصبح بدري أصحى وأشوف البهايم وأراعيهم، وبعد كده أروح السوق أجيب الطلبات، طلبات بيتي وبعد كده أجيب طلبات حماتي، وبعد كده أرجع أفطّر العيال، وطول ال19 سَنة دول وأنا في الشقا ده، كنت كاتمة وساكتة جوايا، وأقول أهو عشان العيال ما يتبهدلوش، وفي نفس الوقت أهلي ما عندهمش طلاق من غير سبب، وأنا بصراحة ما كنتش عارفة أقول لهم إيه بالضبط، وهُم شايفين إن أدام محمود مكفّي بيته أكل وشرب وطلبات، يبقى أي حاجة تانية منّي دلع وكلام فارغ. ما كانش حد حاسس ولا فاهم إنه دايمًا غايب وأنا لوحدي. أنا مش بابرر خالص اللي حصل، كان ممكن فعلًا الصح اللي أنا كنت أعمله إن أنا كنت مش مرتاحة كنت أتطلّق، بس أنا تفكيري وقتها ما جابنيش لكده خالص، جابني لكل اللي أنا هاعمله، وكل الأسف اللي أنا وقعت فيه، بس كل ده كان بسبب إن أنا لمّا شُفت نظرة حلوة بس واهتمام بيّا، قلبي خانّي قبل ما أنا أخون محمود، ما كانش بيقول لي غير استحملي، ما هو كلّه عشان بيتنا وعيالنا، وأنا فعلًا استحملت 19 سَنة، بس ما حدش قال لي إن الاستحمال ده ليه حد وليه وقت معيّن، لحد ما الاهتمام والكلمة الحلوة جات من المكان الغلط. أحمد كان على طول حاسس بيّا، وبدأ يكلمني كتير في التليفون، ويسأل عليّا، ويقرّب ليّا واحدة واحدة، ويفضل يسألني لو في يوم بس لقى صوتي مُجهد أو صوتي تعبان، ألاقيه فِهم وحَس من غير ما أقول أي حاجة، ويفضل يسألني مالِك فيكِ إيه؟ بدأت من غير ما أحس إن أنا كمان أتشد، وما كنتش بافكّر ده صح والّا غلط، إن أنا أفضفض معاه بدل ما كنت باتكلم مع صاحبتي، وبدأت فعلًا أحكي كل حاجة مع أحمد، وأفضفض معاه، وأقول له كل حاجة تعباني في حياتي وكل حاجة مضايقاني، وهو كمان كان شاطر بصراحة، وعرف يستغل كلامي معاه،
وللأسف ما كنتش أعرف إن هو بيلعب على كل نقطة عندي وكل نقطة ضعف لعب عليها صح، وفضفضتي معاه قلبت على دماغي في الآخر. وهو كمان كان بيحكي كل حاجة مضايقاه في حياته وكل حاجة تعباه، وكان بيفضفض معايا زي ما أنا كنت بفضفض معاه. وفضل يقولي رجالة كتير لما بتتجوز بتتعامل مع مراتاتها على إنها واحدة جاية تخدم وبس، تخدم وتغسل هدومه وتعمل له لقمته وتربي له العيال، إنما الست دي بالنسبة لهم إيه؟ ملهاش أي وجود ولا مشاعر. وفعلا وقتها حسيت إن كلام أحمد صح، ما ده فعلا حالي وده فعلا اللي حاصل مع محمود، مش شايفني أصلا غير إني كده وبس. وده اللي قربنا من بعض أكتر لما لقيت أحمد فاهم كل حاجة، أو كان بيتهيألي إن هو فاهم كل حاجة. هو أتاري كان بيستغل كل كلمة أنا كنت بقولها وبيبني عليها حوار في دماغه، وبعد كده يقعد يفهمني إن هو فاهمني وإن هو حاسس بيا. وبدأ يهزر معايا وياخد ويدي معايا في الكلام، لدرجة إن حتى مشاكل حياته كان بيحكيها ليا ويفضفض معايا زي ما أنا بفضفض معاه. وغصب عني حبيته واتشدت له، كان أكتر حد فاهمني وبيسمعني. والفترة دي تقريبا بقى طول الوقت معايا على التليفون، وأدخل أوضتي وأقفل على نفسي الباب وأكلمه بالساعات، لدرجة إن بنتي الكبيرة دينا بدأت تاخد بالها وتعلق على الموضوع وتقولي إيه يا ماما انتي بتكلمي مين كل ده. كنت بزعق فيها وأقول لها هو مين اللي بكلم مين؟ هو انتي أمي ولا أنا اللي أمك؟ أكلم اللي أكلمه. كانت تقولي لأ عادي يا ماما أنا بسألك بس، أصلك بقالك فترة بتاخدي التليفون وتدخلي الأوضة وتقفلي عليكي الباب. كنت حاسة إن هي مركزة معايا قوي، قلت لها عادي هيكون مين يعني، أنا بكلم أمي. لقيتها هدت ساعتها وسكتت. أصل أنا كان لازم أقول لها كده، عشان حسيت إن هي زي ما تكون مستغربة فعلا إن أنا بتكلم كتير في التليفون، وده ما كانش بعادتي ولا كان بطبعي. خفت لا تروح تقول لأبوها حاجة زي كده، بس لما لقيتها سكتت رحت هبة فيها عشان أسبق الدور أكتر وما تشكش فيا. قلت لها بقولك إيه، خليكي في حالك، انتي مش كبيرة عليا، أنا هنا هأدي اللي أنا أمك، هأدي اللي ناقص أحكيلك كمان أنا وأمي بنتكلموا في إيه في التليفون. ساعتها لقيتها خافت مني وقالت لي لا 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 مش قصدي يا ماما، أنا بس كنت مستغربة. الوقت ده أنا كنت حاسة فعلا إن أنا مهمة في حياة حد، وفي حد مهتم بيا، مهتم إن هو يسمعني، مهتم إن هو يحتويني. كنت حاسة بحاجة مخوفاني بس ما كنتش عارفة إيه هي. بدأت أتعلق بيه وبكلامه، وكنت بقنع نفسي إن هو كلامه بس مش أكتر من كده. ما كنتش أعرف إن الكلام والاهتمام لما بيجوا في وقت ضعف بيكونوا أخطر بكتير من أي حاجة تانية. كنت بحاول ألوم نفسي وألوم على محمود، هو ليه وصلني لكده؟ ليه مش شايفني؟ كنت ما بين نارين، نار ضميري ونار ولادي ونار احتياجي. ما كنتش بنام من التفكير، لحد ما في يوم قال لي الجملة اللي كسرت آخر حتة كنت بقاوم بيها جوايا. قال لي أنا حاسس بيكي ونفسي أهون عليكي. كنت محتاجة أسمعها، وبعدها لقيته بيقول لي بقولك إيه، أنا عاوزة أشوفك وأتكلم معاكي أكتر، مش نافع حوار التليفونات ده. قلت له طب إزاي؟ ده الشارع كله أهل محمود ما أنت عارف. قال لي ما أنت كده كده على طول بتيجي هنا، بتيجي عند أمي وبتقعدي معاها بالساعات، إيه المشكلة؟ تعالي وهي في السوق. ساعتها كنت خايفة ومرعوبة، وفي نفس الوقت كنت ضعيفة، وهو لعب على كل نقط ضعفي لحد ما ضعفت أكتر. وسمعت كلامه وكلمة في هزار كل حاجة اتكسرت وكل الخطوط اتعديناها. ومن اليوم ده حبيته واتعلقت بيه. لما رجعت البيت محمود كان نايم عشان شغله بالليل. اليوم ده بقيت عمالة أبصله وهو نايم وأقول هو أنا بخونه ولا هو السبب، ولا هو اللي سابني واتشغل عني في همومه وهموم الحياة.
بس كل مرة ما كنتش بلاقي إجابة، كنت بسكت. عشان كده الغلط كبر واتكرر كتير قوي. كل مرة بتكون أم أحمد في السوق، أو بتزور حد من إخواتها، أو بتزور حد من إخوات أحمد الكبار. مشاعري ما بقتش عارفة أسيطر عليها، والقصة من وقتها بقت أكبر من كلام، ولقيت نفسي جوه دوامة حب وخوف. لحد ما جت فترة أم أحمد ما كانتش بتنزل ولا بتروح ولا بتيجي، وما كناش عارفين ناخد راحتنا. الوقت ده كان محمود النبطشية بتاعته بقت بالليل، وبيرجع تاني يوم الصبح. وكده كده عندنا في القرية الناس بتنام بدري، ومش بيكون في حد رايح ولا جاي في الشارع في الوقت المتأخر. قلت لأحمد مفيش غير حل واحد. قال لي ايه هو؟ قلت له الزريبة. قعد يقول لي زريبة؟ زريبة البهايم يا سناء؟ للدرجة دي؟ قلت له مفيش أي حل تاني، أعمل ايه طيب؟ كان عندي ساعتها بابين للزريبة. كنت بفتح الباب الوراني اللي بعيد عن أهل محمود، ويدخل منه أحمد، وبعدها بيطلع من نفس البوابة. والعيال كانوا بيكونوا نايمين الوقت ده. بس زي ما احنا كلنا عارفين، مفيش سر بيستخبى كتير. بعد فترة أهل القرية بدأوا ياخدوا بالهم، ويتكلموا عليا في الرايحة وفي الجاي. هلاقيهم بيلسنوا عليا بالكلام، إنهم بيشوفوا أحمد وهو داخل وهو خارج من الزريبة بالليل متأخر، وبيشوفوني كمان وأنا داخلة بيت أم أحمد وهي مش في البيت. بس كنت بعمل نفسي لا سامعة ولا شايفة، عشان ما أعملش مشاكل والموضوع يكبر يعني، والكلام يوصل هنا وهنا، واتفضح في الآخر. وكده كده محمود أغلب الوقت في شغله، لا بيشوف حد ولا بيقابل حد. لحد ما في يوم محمود كان أجازة عشان رايح للدكتور، كان تعبان شوية. وساعتها معرفش مين من الذين اللي قابله، وقال له إن هما بيشوفوني رايحة جاية على بيت أم أحمد في أوقات غريبة. لقيته اليوم ده جاي يزعق معايا، وبيقول لي إيه الكلام اللي داير عليكي في البلد ده؟ هو أنتِ بتعملي إيه في غيابي؟ وبتروحي فين وبتيجي منين؟ وبتقفي مع أحمد ليه أصلًا في الشارع؟ وبتروحي لأم أحمد ليه؟ قُلت له في إيه؟ ما أنت عارف إن أنا باروح لجارتنا أم أحمد من زمان مش من دلوقتي. هو أنت بتشُك فيّا والّا إيه؟ لقيته قعد يقول لي ويزعق: لا باشُك ولا باتنيل، دي أصول، هو أنتِ ما تعرفيش الأصول؟ وأصول بلدنا اللي إحنا ماشيين عليها؟ واليوم ده قال لي: ما فيش دخول تاني عند أم أحمد، ولا تروحي ولا تيجي عليها. قُلت له دي صاحبتي، هاروح لها. لقيته بيقول لي: لو هتدخلي عندها أنتِ تلزمي بيت أهلِك، ومن النهارده ما لكيش عيش في البيت ده، وهاوديكِ بيت أهلِك وهُم بقى يتصرفوا معاكِ. وساعتها فعلًا خدني ورُحت قعدت في بيت أبويا. بس الغريبة ساعتها إن هو ما حكاش أي حاجة خالص لأهلي، ولا حكى أي مشكلة ولا أي سبب هو جايبني بيه هنا. وساعتها سابني ومشي. كنت هتج كنت هاتجن ومش عارفة أعمل إيه. أنا كده يعتبر بعدت عن أحمد، ومش هاعرف أشوفه ولا هاعرف أقابله، وما كنتش عارفة أفكر إن أنا هاعمل إيه بالضبط. بس ما لقيتش غير حل واحد. قُلت بس أنا هاتصل وأصالح محمود، وأقول له إن أنا مش هادخل عند أم أحمد تاني، وإن أنا هاسمع كلامه من هنا ورايح ومش هازعّله تاني أبدًا. واتصلت فعلًا وقُلت له كده. لقيته معصلج معايا ومش بيسمعني خالص. فقُلت له خلاص بقى يا محمود، عشان خاطري، دي سُمعتي، والكلام كده هيزيد عليَّ. ووعدته إن أنا مش هاروح بجد لأم أحمد تاني. بعدها جه أخدني، ورجعت فعلًا البيت، وفضلت فترة كده لا باروح ولا باجي. قُلت عشان يتطمن يعني شوية، ولا حتى كنت باروح لأم أحمد. حاولت أبعد على قد ما أقدر، بس ما قدرتش، ورجعت وكملت. وفي مرة كنت عاطية أحمد يجيب لي طلبات من السوق زي ما هو كان طالب مني إن أنا لو عوزت حاجة أقول له، وهو جابها لي فعلًا. وساعتها وأنا واقفة باخد منه الحاجة قدام البيت، الناس طبعًا شافتني، والكلام رجع من تاني، ووصل برضه لمحمود. وساعتها اتعاركت أنا وهو عركة جامدة،
وكان مصمم إن هو يوديني بيت أهلي، وساعتها أخد مني التليفون كمان، وكنت أول مرة أشوفه كده بجد بيشك فيا بالطريقة دي. وساعتها خلاني لميت هدومي وفضل يقولي هي انتي مفيش فايدة فيكي، عشان كده لازم تروحي بيت أهلك وهما بقى يشوفوا حل معاكي ويعرفوا بتقفي مع أحمد ليه وبتتكلمي معاه ليه، رغم إن أنا حذرتك كذا مرة ما تتكلميش معاه نهائي. وفعلا وداني بيت أبويا وحكى لهم كل حاجة، وطبعا أبويا وأمي فضلوا يعاركوا معايا وغلطوني، وأنا ما كنتش شايفة نفسي غلط أصلا، كنت بحاول ألاقي مبرر لنفسي بأي شكل عشان أكمل. الوقت ده كان محمود واخد تليفوني، لا كنت عارفة أكلم أحمد ولا عارفة أوصله، وكنت هتجن بجد ومش عارفة أعمل إيه، لحد ما في يوم عرفت إن محمود تعبان وأخد أجازة من الشغل وبقاله كذا يوم كده قاعد في البيت. قلت بس هي دي فرصتي، وخدت هدومي ساعتها وطلعت أجري على بيتي. وأول ما شفت محمود فضلت أعيط وأعمل نفسي إن أنا زعلانة عليه ومتأثرة قوي من تعبه، وقلت له إن أنا مش هسيبك، محدش هيخدمك غيري. مع شوية دلع مني لقيته فك كده وبقى كويس، وقال لي ماشي ورضى إن أنا أقعد في البيت خلاص. وبعد فترة أنا كنت خلاص بقيت هتجن ومش عارفة أعمل إيه، وأنا مش عارفة أشوف أحمد خالص وكل الطرق كانت متقفلة. قلت بس أنا أتدلع شوية كده على محمود وهو طيب وغلبان هيسمع كلامي. وفعلا اتدلعت عليه وقلت له إن هو يديني التليفون عشان أبقى أطمن على أمي وأبويا، وأخدته فعلا منه. وساعتها جت في دماغي فكرة الشيطان نفسه مستحيل يفكر فيها. كلمت أحمد ولقيته زعلان ونفسه يقابلني، قلت له مفيش غير حل واحد. قال لي إيه هو؟ قلت له إنك تتقدم لدينا بنتي. قال لي إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ قلت له لأ، هو ده الحل الوحيد اللي قدامنا دلوقتي، وكده أنت طبيعي تيجي زيارات للعروسة يعني، وهتيجي البيت عادي، وأبوها كمان هيبقى عارف. قال لي ماشي موافق، أنا أعمل أي حاجة بس ما تخليكيش تبعدي عني. قلت له خلاص أنا همهد الطريق مع محمود. وتاني يوم فعلا بعد ما رجعت من السوق فقلت لمحمود اسكت يا محمود، مش أنا عرفت أحمد كان ليه في الرايحة وفي الجاية بيحاول يكلمني وبيرسم معايا ناعم كده وكلام حلو. قال لي خير ليه؟ قلت له ده عاوز يتجوز دينا بنتنا، وقال لي كمان إن أنا اتوسط له عندك. لقيته بيقول لي بس ده مش مناسب لدينا خالص، ده حتة عيل ما معهوش أي حاجة. فقلت له ما هو قال لي إن هو هيسافر بره وهيجهز نفسه، بس هو عايز يربط كلام بس حتى بخطوبة بس. ساعتها حسيت إنه اقتنع شوية، ولقيته نده على دينا عشان يقول لها، بس البت الزفتة بنتي دي لما أبوها قال لها قالت له نعم مين ده؟ لا طبعا يا بابا مستحيل، ده عيل ومتدلع ومش بتاع مسؤولية. كنت عاوزة ساعتها لطشها قلم بس مسكت نفسي، فقلت لها هو انت عرفتي منين ان هو مش بتاع مسؤولية؟ قالت معرفش يا ماما، بس انا مش برتاح له ولا حاسة ان هو مناسب ليا ومش موافقة عليه. ساعتها قعدت اقول لمحمود انت هتسكت للبت دي عادي كده؟ قال لي امال يعني اغصبها على الجواز مش بالعافية. وخلاص كده الموضوع اتقفل. هي بيقولي له بقى ان البت مش موافقة. وانا ساعتها كنت خلاص عقلي هيقف من كتر التفكير ومش عارفة الاقي حل. واحمد بقى زعلان مني عشان لا بكلمه ولا بروح ولا باجي، ولما بكلمه كمان بيكون خطف كده عشان محدش يشوفني وانا بتكلم. وما كناش بنتقابل خالص الفترة دي، ما انا لو رحت عندهم اكيد هتشاف، ولو هو دخل الزريبة اكيد برضه هيتشاف والكلام ساعتها هيكتر ويزيد. لقيت احمد بيقولي بقولك ايه، الحل الوحيد ان احنا نخلص من محمود. قلت له يا لهوي ازاي يعني؟ قال لي انت شايفة ان في حل تاني؟ كل الحلول باظت، حتى ان انا اتجوز بنتك فشلت، يبقى مفيش غير كده. وساعتها اتفقنا خلاص إن فعلا هو ده الحل.
وحددنا اليوم، واليوم ده محمود كان عنده وردية وهيرجع على الفجر كده من شغله، والوقت ده الدنيا بتكون هادية ومفيش صوت في الشارع رايح ولا جاي. اتفقنا وقلت له بص يا سيدي، محمود بيرجع مهدود ياكل لقمته وينام على طول، والعيال كده كده بيناموا قبل ما أبوهم يرجع، بيناموا من بدري، وأنا هسيب ليك البوابة بتاعت الزريبة مفتوحة بعد ما محمود يطلع على طول وينام. انت بقى تدخل الزريبة وأنا هصحي محمود وأقوله إن في حرامية تحت بيسرقوا البهايم، وانت ساعتها تكون محضر نفسك ومعاك الفاس اللي أنا سايبهولك تحت في الزريبة. وأنا بقى ومحمود نزل على السلم هكح مرتين ورا بعض، انت تعرف إن هو نازل، وأول ما يدخل الزريبة انت بقى تهجم عليه. وفعلا بعد ما محمود نام واتأكدت إن أحمد دخل الزريبة، صحيت محمود وأنا عاملة نفسي مرعوبة وخايفة. قلت له في حرامي تحت، لقيته بيقول لي يا شيخة نامي بقى، تلاقيكي بتحلمي ولا إيه؟ قلت له بحلم إيه؟ بقولك إن في حد بيسرق البهايم، شقانا وتعبنا. أول ما قلت كده لقيته قام ناطط بسرعة يجري ونزل قدامي، وأنا ساعتها خدت سكينة من المطبخ ونزلت وراه، وأول ما فتح باب الزريبة أحمد راح ضربه على راسه بالفاس وأنا طعنته بالسكينة. وساعتها بعدها أحمد جاب طوبة وفضل يضربه بيها على دماغه لحد ما مات. وبعدها خرجت أحمد من البوابة وأنا قعدت أصوت وأقول الحقوني، في حرامي، في حرامية هنا كانوا مغطيين وشهم وكانوا هيسرقوا البهايم. ولما حاولنا نلحق البهايم قتلوا محمود جوزي وهربوا. البلد كلها في ثانية اتلمت عندي، هو أنا بحاول أبان ساعتها مصدومة وإن أنا خايفة. وساعتها أخدوا محمود وجروا بيه على المستشفى، الناس كلها كانت بتحبه، الكبير والصغير كان بيشكر فيه وفي أخلاقه وإن هو فعلا كان طيب وابن حلال. خدوه طلعوا يجروا بيه على المستشفى، بس كان خلاص مات. في الوقت ده كان نص البلد عندي بقى في الزريبة وعاملين فيها مباحث وبيفتشوا ويدوروا، نطوا منين، طيب دول جم منين، فتحوا الباب ازاي، وكلهم بيعملوا كده عشان بيحبوا محمود وزعلانين ومصدومين عشانه. وواحد فيهم كان شغال في الشرطة، أمين شرطة تقريبا، عمل فيها ساعتها إن هو ظابط بقى، وفضل يدور ويقول طب نطوا من هنا، لأ دول نطوا من هنا، طب دخلوا منين، طب دخلوا من هنا، وعمال يفكر ويدور. هو كان ده من ضمن الناس اللي كانت بتتكلم عليا أنا وأحمد، وزي ما بيقولوا كده ريحتي كانت فايحة في البلد. وأول ما شاف أحمد واقف راح مركز معاه، وشاف أحمد عشان سنه صغير وعمره ما عمل كده قبل كده، كان خايف ومرعوب وباين عليه قوي إن هو عامل مصيبة. ساعتها شك فيه وقعد يتكلم معاه، وهو بيكلمه لاحظ إن في خرابيش في رقبته وشكلها لسه جديدة، ودي الخرابيش اللي محمود خربشها له وهو بيحاول يقتله. راح سأله قال له إيه اللي في رقبتك ده؟ ساعتها أحمد اتهرب منه واترعش كده ومعرفش يرد عليه، راح شك فيه أكتر. في الوقت ده كان أهل البلد بلغوا الشرطة، ولما جم المستشفى عندي الشرطة سألتني فقلت لهم نفس الكلام اللي قلته لأهل البلد، بس ساعتها الشرطة ما صدقتنيش وزي ما يكونوا كده حسوا إن الكلام مش راكب على بعض وشكوا فيا. وساعتها عملوا تحرياتهم في البلد وبدأوا يسألوا، وساعتها كل الناس قالوا إن في علاقة بين أحمد وسناء، وإحنا شاكين فيهم من زمان، بس محمود طيب وغلبان وكان بيصدقها دايما. وقتها اللي شاف الخرابيش في رقبة أحمد قال عليه للضباط وإنه قال لهم إن هو شاكك فيه لأنه كان واقف بيترعش وخايف كده ومتوتر ساعة الموضوع. وساعتها اتقبض عليا وعلى أحمد وفضلوا يضغطوا علينا بطريقتهم، بس أنا فضلت مصممة إن أنا ما عملتش حاجة، وأحمد كمان أنكر، بس بطريقتهم بقى حققوا معايا لوحدي وقالوا لي إن أحمد اعترف عليا، وراحوا لأحمد حققوا معاه وقالوا له إن أنا اعترفت عليه. ساعتها إحنا الاتنين فضلنا نرميها على بعض، وأنا أقول هو السبب إن هو استغلني واستغل ضعفي، وهو يقول
هي اللي السبب، هي اللي عملت كل حاجة، وهي استغلت إن أنا سني صغير، وفي الآخر محدش فينا عرف يفلت من عملته السودة. أنا دلوقتي مش بقول إن جوزي كان وحش، ولا بقول إن أنا كنت مظلومة، ولا ببرر. أنا فعلا كنت ضعيفة ومحتاجة، وسبت الفراغ والاحتياج يكبروا جوايا. كان ممكن أتطلق بمنتهى البساطة وأتجوز حد تاني مناسب ليا والموضوع يخلص، بس للأسف أنا سبت نفسي للاحتياج لحد ما اتحول لغلط ما بيتصلحش. أنا أخدت إعدام، بس قبل ما أقفل الحكاية عاوزة أقول لكم حاجة من واحدة جربت وغلطت ودفعت التمن. أنا ما كنتش شيطانة، وما كنتش ضعيفة قوي للدرجة دي، بس كنت سبت احتياجي يكبر جوايا. لو انت جوزك ناقصه حاجة اتكلمي معاه، اتخانقوا مع بعض، اطلبي حقك. أو لو كل ده فشل آخر حاجة اتطلقوا. بس بلاش تفتحي باب يخسرك نفسك قبل جوزك. اوعي تصدقي المتعة ولا الإحساس اللحظة الحلوة، ولا اللي يقولك انت تستاهلي أحسن من كده. ده واحد داخل ياخد مش يدي. أنا خسرت كل حاجة عشان إحساس كداب، وخسرت احترامي لنفسي، ودي أصعب خسارة. لو قصتي وصلت ليكي خليها عبرة ليكي وتوقفك مش تشجعك. خليها تخوفك مش تبرر ليكي الغلط، زي ما أنا عملت كده بررت لنفسي الغلط. ودي حكايتي، بتمنى إن هي ما تبقاش حكايتك انتي كمان. ودي كانت قصتنا النهاردة، قصة حقيقية وحصلت بالفعل. قصة النهاردة فيها عبرة كبيرة جدا، بتمنى من كل قلبي إن انتوا تكونوا فهمتوا العبرة اللي فيها. الاختلاط مش حلو، اختلاط الجيرة وإن دي جارتي وإن ده جاري وإن دي صاحبتي والكلام ده كان زمان، في الزمن الحلو. دلوقتي في غدر بيجي من أقرب الناس لينا. صاحبة غدرت بصاحبتها في ابنها، عيل راح حياته مقابل مقابل ايه؟ مقابل لا شيء. بتمنى القصة تكون عجبتكم ويكون فيها عبرة وفيها استفادة، وما تنسوش دعمكم اللي بيفرق معايا جدا، اللايك وسبسكرايب للقناة، وتشيروا القصص مع أصدقائكم وحبايبكم عشان قناتكم تكبر بيكم. أشوفكم على خير في قصة جديدة. باي باي.